المدرب السي طارق سكيتي الله يكون في عونه. كان التصور بناء على يعني طموح ديال الإدارة التقنية الوطنية باش المنتخب ما يتعداش السن ديالو واحد السن، يعني أقل من 25 سنة، باش على الأقل هاد اللاعبين اللي غيراكموا هاد التجربة هادي يكونوا فيهم لاعبين خلف المنتخب الأول اللي عنده منافسات كبيرة. وتنعرفوا بأن المسار من هنا لكأس إفريقيا ولا لكأس العالم ممكن يكونوا تعب، ممكن يكونوا إصابات. في آخر لحظة هذا المعطى هذا ما بقاش، وبالتالي المدرب غادي غيضطر أنه يغير التصور ديالو، لا في المنادات على اللاعبين، لا في التصور ديالو التقني. وبالتالي يعني واحد زلزال، ماشي خلل، زلزال وقع في التصور التقني للإعداد لهذا الشأن. وبالتالي غيكونوا صعوبات بطبيعة الحال، لأن كاينين اللاعبين باقي ما جاهزينش بدنيا، تنعرفوا المستوى ديالهم ولكن ما جاهزينش، خصهم يجهزوا. يعني الاختيارات كانت صعيبة، وبالتالي المتطلبات ديال تحقيق الأهداف ما بقاتش حاضرة. بالتالي غيكون هناك اجتهاد، غيكون اجتهاد من طرف المدرب والطاقم اللي معاه باش خلال هذه المنافسة الأهداف اللي كانت محطوطة في الأول غيحضروها وهما غاديين تيتنافسوا. وبالتالي ماشي سهل،